السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم أكلتنا من الأكلات الكتير طيبة، ومن الأكلات الشامية الكتير طيبة ولذيذة كتير، وهي الكبة اللبنية بطريقة كتير سهلة وبسيطة، وبإذن الله رح تعجبكم كتير. طريقتها إن شاء الله مبسطة، وهلا رح تشوفوها خطوة بخطوة بإذن الله. ويلا نشوف طريقتها. أول شي هلا رح نعمل الحشوة، حنحط شوية زيت نباتي. طبعا أنا ما بنصح بالسمنة، لأن السمنة بس لحتى تبرد بتمسك على بعضها. بحط البصل. طبعا البصل اختياري، يعني قديش بتحبوا البصل او كذا، بس هو تقريبا لكل كيلو لحمة للحشوة بده نص كيلو بصل، بس انا بحب كتر شوي. بدنا نقليه شوي، يعني بس ما ياخد لون، يدبل نسرة صغيرة، بعدين بنحط اللحمة بنقليهم. طبعا ما بنحط لا ملح ولا بنحط شي لحتى تستوي اللحمة مزبوط. هلا طالما هلا شوف شلون استوت اللحمة. هلا بنرش الملح. الملح طبعا اختياري، انتو حسب انتو شلون بتحبوه. ونرش الفلفل. بس هيك، ما بحب انا احط غير هدول البهارات، يعني الملح والفلفل فقط لا غير. هيك بلاقيه اطيب واظرف. طبعا البصل ما بدنا ياخذ لون نهائيا، يعني بدنا اياه يستوي بس من دون ما ياخذ لون او يحترق او يتكرمل، يعني هيك انا بلاقيه اظرف. شايفين هلا حطينا الملح وحطينا الفلفل، هيك صارت حشوتنا جاهزة. طبعا الحشوة هلا بس لتبرد بدنا نخلطها مع الجوز. نخلطها بس هي على البارد، طبعا ما بنخلطها وهي سخنة. هلا للمقلية ممكن نحن نحط دبس رمان، اما للبنية ما بينحط دبس رمان بقلب الحشوة. بالنسبة لعجينة الكبة، طبعا كان شوي صعب انه اصور لكم اياها حسب الظروف عنا والكهرباء. انه اول ما تيجي الكهرباء كان يعني لازم اطحنها، وما لحقت انه مشان التصوير. فهو لكل كيلو برغل ناعم، طبعا البرغل الناعم بدنا نغسله غسيل بس يكون شوي رطب، وبدنا نطحنه مع نص كيلو من اللحمة الهبرة اللي ما فيها دهون نهائيا. هلا هون بدنا نحط له كمان 3 معالق ملح صغار، 3 معالق فلفل، و3 معالق بهارات حلوة. بهارات حلوة اللي بتجي مثل شكل الفلفل طابات بس على أكبر، إذا بتكون قبل ما تنطحن. هلا نحنا ليش بدنا اللحمة تكون هبرة؟ بدناها تكون هبرة مشان وقت القلي ما تدوب هي الدهون وتفرط معنا عجينة الكبة. عرفتوا علي كيف؟ طبعا اللي ما بيحب يحط لحمة بقلب عجينة الكبة ممكن يستبدلها بكوب للكوب وربع من الطحين. ان شاء الله بتمسك وبتطلع ولا احلى من هيك. طبعا عجينة الكبة مطحونة على انعم شي بالماكينة وشين. بعدين بدي ارش بشوية مي ودعك مزبوط. هلا الكبة اللبنية بتيجي صغيرة تقريبا بهذا الحجم، اصغر شوي، مو مثل الكبة المقلية، يعني قد الكبة الحمص. طبعا دائما بدنا نغطيها مشان ما تنشف العجينة. بدنا نعملها بشكل طابق، بدنا نبل ايدنا بالمي، او ممكن مي مع شوية نشا، ونبلش نكبكب بهي الطريقة. نضغط بالسبابة مع الدوران بالايد الثانية. شايفين كيف؟ طبعا على التدريب شوي بتزبط معكم بإذن الله. قد ما بنقدر نرققها لازم نرققها، لأنه وخصوصا اللبنية، لأنه كمان بدها تغب لبن وبتنفش كمان على الطبخ. بدنا نحشيها يعني تقريبا 3/4 لازم نحشيها، ما حنحشيها كلها كامل مشان يسهل علينا تسكيرها. كل ما كانت العجينة رطبة ودعكينها مزبوط بيسهل علينا شغلها كتير، وما بتشقق معنا إذا الله راد. هلا هيك حشيناها بكفي هيك. إذا في مثلا جوزة أو كذا على الوش بنفوتها جوا، بنبل إيدنا من هون تمام. وبهي الطريقة شايفين شوي لا نأسرع، أو يعني نحاول نضغط زيادة مشان ما ينتزع الشكل. هي ولا أبسط من هيك، شايفين ما أحلاها. صارت تمام. بعدين بناخد شوية مي ونملسها شوي مشان أي تشقق أو أي شي يروح بالمي. المي بتزبط كل شي بإذن الله.
طبعًا متل ما قُلت لكم بتحبوا تحطّوا مي أو مي مع شوية نشا أفضل، بيلزق معكم بشكل أفضل. أنا باحب أعمله بهذا الشكل إنه هيك إلها بوستين شايفين ما أحلاها، ولا أحلى من هيك ولا أسهل من هيك، شايفين كيف؟ هلأ راح أعمل كمان كم وحدة قدّامكم مشان تشوفوا الطريقة كيف. نفس الطريقة بنبل إصبعتنا بشوية مي والكف كمان بشوية مي، بنكبكبها بهاي الطريقة قد ما بنقدر نخليها رقيقة بنرققها، بنحشيها 3/4 وبنسكرها بنفس الطريقة. طبعًا لا تسكروها بشكل مفشكل مثلًا أو من دون ما يكون إلها موديل، يعني حافظوا على الموديل وضبطوا لها موديل بتطلع أحلى وأرتب. صح بتاخد معكم شوية شغل زيادة وشوية وقت، بس بيطلع شكلها مرتب، خصوصًا المقلية، يعني المقلية بتبين أكتر يعني بالشكل وبالمنظر، شايفين ما أحلاها؟ وبدنا نكمل باقي العجينة على نفس الطريقة هي لحتى تخلص الكمية كلها. طبعًا بنعمل نحن كمية كمية وبدنا نفرزهم طبعًا، الأفضل إنه نفرزهم ونكون شغالين قبل بيوم مشان وقت بدنا نسقطهم باللبن يكونوا مفرزين يعني يحافظوا على شكلهم، لإنه هنن كتير ممكن يعني من طراوتهم ممكن وقت نسقطهم باللبن ونعمل لهم تحريكة صغيرة إذا ما كانوا مفرزين حينتزع شكلهم وحيفرطوا باللبن، فالأفضل إنه يكونوا مفرزين قبل ما نسقطهم باللبن. طبعًا قبل ما نفرزهم بعود كبريت بنثقبهم بهذا الشكل مشان وقت بدنا نسقطهم باللبن يفوت اللبن بقلبن وتستوي من برا ومن جوا وتغب اللبن وتطلع طعمتها كتير طيبة. هلأ هون نحن بدنا نحط 3 كيلو لبن، طبعًا اللبن مع قشطته ما في مشكلة. هون هيك هلأ حطينا 3 كيلو، لكل كيلو هلأ بدنا 3 معالق نشا. أنا هون دوبتهم بالحليب مشان يعطي دسامة أكتر، لإنه هون ما في مرقة لحمة أو مرقة عظم أو مرقة كوسة أو شي، وحطينا لهم بيضتين كمان بيعطوا دسامة وبيعطوا سماكة للبن. هذا طبعًا كله على البارد، بعدين بنشغل النار وبنضل عم نحرك لحتى متل ما شايفين ليغلي. طالما ما غلى بنسقط كمان تقريبًا ل3 كيلو من اللبن حطينا لتر من الحليب أو كيلو من الحليب. ليش حليب؟ قُلت لكم مشان إنه يعطي دسامة أكتر. هون أنا مجفف طرخون وحطيته لإنه هو ناشف بيغب يعني من المرقة وبيعطي نكهة قوية. بعدين طبعًا بنسقّطن، لازم وقت بدنا نسقّطن هنّن متلجين ويكون اللبن عم بيغلي، شايفين كيف؟ لإنه اللبن دغري بيبرد من برودة الكبّة. بنسقّطن بهي الطريقة وبدنا نتركن تقريبًا ما يقارب ال5 ل7 دقايق لحتى يستووا. وهلأ بعد ما استووا بنزينن بالطرخون، الطرخون الأخضر طبعًا والجوز. وهيك صارت أكلتنا جاهزة، إن شاء الله تكون عجبتكم. طريقتها كتير سهلة وظريفة ولا أحلى من هيك. إذا عجبتكم الطبخة لا تنسوا تدعموني. كان معكم الشيف باسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.